الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. إن تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث أبدع الإنسان المصري وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم، حضارة رائدة في ابتكاراتها وعمائرها وفنونها، حيث أذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها. إن حلقتنا اليوم يشوبها بعض الغموض والأسرار، وسوف نقص عليكم اليوم قصة من تاريخ مصر العظيم، قصة حقيقية سوف نتحدث فيها عن الأسرة المصرية الرابعة. الأسرة المصرية الرابعة حكمت من عام 2613 قبل الميلاد إلى عام 2496 قبل الميلاد، أي حكمت 117 عاما، وتعتبر العصر الذهبي للدولة القديمة والحضارة المصرية ككل. لقد بقي تاريخ الأسرة الرابعة محاطا بشيء كبير من الغموض، ورغم ظهور آثار ملوكهم للعيان وشهرتها في كل العالم، حيث شهدت هذه الأسرة أكبر نهضة عمارة في بناء الأهرام بشكل كامل، حتى سمي عصرها بعصر بناة الأهرام. ونجح ملوكها في الارتقاء بالاقتصاد وحركة التجارة والتعدين والتوسع الحربي في مواجهة قبائل ليبيا والنوبة، كما ازدهرت في عصرها الفنون والثقافة والفكر الديني نتيجة للاستقرار والرخاء. وكما ذكرنا أن هذه الأسرة تتميز ببناة الأهرام، ومؤسسها الملك سنفرو، وبعده الملك خوفو ابن الملك سنفرو، ثم خفرع وهو الذي بنى هرمه الثاني، ونقش أبو الهول، ثم منقرع. ويرجع أن عاصمة ملكها كانت منف. ظل القدماء المصريين حوالي 400 سنة يبنون مقابر ملوكهم على شكل مصاطب طيلة حكم ملوك الأسرتين الأولى والثانية، حتى ولد معماري نابغ هو أيمحتب الذي ارتفع ببناءه قبر الملك ليكون أعلى من مقابر رعيته، وجعل من قبر الملك هرما مدرجا. وظل الهرم المدرج الذي بناه أيمحتب هو أساس علم البناء عند القدماء المصريين لمدة تقترب من قرن كامل، حتى انتهى حكم الأسرة الثالثة، وبدأ بعدها حكم الأسرة الرابعة. وأتاح انتقال السلطة من أسرة إلى أخرى تجديد في الفكر وتطور في الحضارة المصرية القديمة، ويرى الكثير من المؤرخين بصمات واضحة لكل أسرة حضارية عما قبلها، وهذا هو قمة وعظمة التطور الإنساني لحضارة قدماء المصريين، وهي أنهم كانوا يبحثون برغبة شديدة
عن كل ما هو جديد ومبتكر. ولوحظ انتقال السلطة من الأسرة الثالثة إلى الأسرة الرابعة كان هادئا. ربما كان الملك سنفرو أو ملوك الأسرة الرابعة على صلة قرابة بين ملوك الأسرة الثالثة، ومما يؤكد ذلك أن الملك سنفرو اهتم واعتنى بإكمال بناء هرم ميدوم ومعبده، والذي بدأ بناءه الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة. هذا الأمر كان كثير الحدوث في العصور القديمة، ولكن رأينا في العصور الحديثة لقدماء المصريين ملوكا يدمرون معابد سابقيهم أو كشط أسمائهم ومحوها من على المعابد التي بنوها، كما حدث لحتشبسوت مثلا لأنها اغتصبت عرش مصر. وأغلب الظن أن انتقال الحكم من الأسرة الرابعة كان انتقالا سلميا، فلقد تزوج الملك سنفرو ابن الملك حوني من زوجة فرعية صاحب الحق في وراثة العرش، وأسس الأسرة الرابعة، وهو ما أكدته المصادر الأدبية، إذ ذكر أحد أدباء الدولة الوسطى في نصوصه: وبعد أن توفي جلالة الملك حوني نصب جلالة الملك سنفرو باعتباره ملكا فاضلا في هذه الدنيا كلها. كانت الأسرة الرابعة هي الثانية من بين 4 أسر كلها مجتمعة تشكل المملكة القديمة. سيطر الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة على الأراضي الواقعة من ليبيا القديمة في الغرب إلى شبه جزيرة سيناء في الشرق إلى النوبة في الجنوب. أتاح السلام النسبي للأسرة الثالثة لحكام الأسرة الرابعة فرصة لاستكشاف المزيد من المساعي الفنية والثقافية. أدت تجارب بناء الملك سنفرو إلى التطور من الأهرامات المتدرجة المصممة على طراز المصطبة إلى الأهرامات الحقيقية ذات الجوانب الناعمة، مثل تلك الموجودة في هضبة الجيزة. لا توجد فترة أخرى من تاريخ مصر تضاهي الإنجازات المعمارية للأسرة الرابعة. قام كل حاكم من حكام هذه السلالة باستثناء الملك شبسسكاف ببناء هرم واحد على الأقل ليكون مقبرة أو تابوتا له. ملوك الأسرة الرابعة. تبدأ الأسرة الرابعة بالملك سنفرو، وهو مؤسس الأسرة بالكامل، الذي تغير شكل المقبرة في عهده من شكل الهرم المدرج إلى الشكل الهرمي الكامل. أقام الملك سنفرو لنفسه هرمين في دهشور وهرم ثالث في ميدوم، وخلفه الملك خوفو باني الهرم الأكبر الذي ما زال بناءه لغز يحير العلماء حتى الآن. ثم خلفه الملك جدف رع الذي انتقل بهرمه إلى منطقة أبو رواش، ومن بعده جاء الملك خفرع وابنه الملك منكورع أو الملك منقرع.
واللذان عادا بهرميهما إلى هضبة الجيزة مرة أخرى ليكونوا أهرام الجيزة الثلاث، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الشهير برأس إنسان وجسد أسد، والذي نحت في عهد الملك خفرع. وخلفه الملك شبسكاف، وبعده ابنة الملك منكورع الملكة خنتكاوس حكمت لفترة من الزمن بعد وفاة الملك شبسكاف. عرفت الأسرة الرابعة عدة ملكات كان لهن دور في استقرار الدولة، مثل حتب حرس زوجة الملك سنفرو، ومرت إيت إس زوجة الملك خوفو، ومري إس عنخ الثانية زوجة الملك خفرع. وها هو تمثال من الحجر الجيري للملك سنفرو، وموجود في المتحف المصري. وهو أيضا تمثال للملك خوفو في متحف القاهرة. انظروا معي إلى رأس تمثال من الكوارتز للملك ديجيدث رع في متحف اللوفر. وها هو أيضا تمثال للملك خفرع موجود بالمتحف المصري بالقاهرة. وهو نقش لاسم الملك شبسكاف كما يظهر على قائمة ملوك عرابة أبيدوس. وأخيرا تمثال الملك منقرع. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع أول ملوك الأسرة الرابعة الملك سنفرو، وقصة جديدة للكشف عن أسرار التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.